بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم متابعيني وحبايبي، شرفتوني ونورتوني. ولو انت أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تصلي على النبي وتعملي لي متابعة ولايك واكسبلور، وكمان تشتركي لي في القناة. اوعي تنسي الاشتراك وتدوسي على زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تعالوا بقى كده نخش بسم الله ونعمل النهاردة بقى كفتة الحاتي من غير دقيق، من غير بقسماط. طريقة ناجحة جدا ومن أول مرة معاكي ومن غير أي إضافات تانية. هتجيبي الكبة بتاعتك وتحط فيها بصلتين وفلفل، وترشي عليها فلفل أسمر، شوية كمون، شوية كزبرة، بهارات لحمة أو بهارات كفتة، البهارات اللي انت بتحبيها تحطيها، وتضربي كل الخضار ده كده في بعضه أو تبشريه بالمبشرة. لحد كده حلو الكلام، ولحد كده انت وصلتي. ما تنسيش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. معايا كيلو من اللحمة المفرومة فرمها وشين، فرم عليها ربع كيلو من الدوش. ما لقيتيش دوش افرمي عليها بوش، يا دوش يا بوش، دهني لا. دي للكفتة، الكيلو عليه ربع كيلو. تقدري تحطي تمن بس ربع كيلو هيديها طعم حلو وشكل حلو زي ما انتوا شايفينه كده. تحسي ان فيها فصوص كده بيضه، ما تخافيش خالص، كفتتك هتطلع ناجحه ان شاء الله. ضربتي الخضار بتاعك اللي هو البصل والفلفل والبهارات، حطيهم في مصفى بقى كده وسيبيهم شويه، وبعد كده تعصريهم بايديكي. هينزل لك كل الميه اللي في قلب البصل. احنا مش عايزين ميه البصل، احنا عايزين التفل ده بتاع البصل. طب والميه هترميها؟ لا يا ست الكل مش هترميها، هقول لك ان شاء الله تعملي ايه بيها. عصرت البصل بتاعك حلو، ما تخليش فيه ميه، اهم حاجه باكد لك عليها ما تخليش في البصل بتاعك ميه. كفتتك مش هتفك، كفتتك هتقدري تعمليها على لو كان عندي فحم كنت شويتها لكم على الفحم. تقدري تعملي اللي انت عايزاه فيها، هتطلع معاكي ناجحه ان شاء الله باذن الله. بس هاتي اللحمه زي ما انا قلت لك، الكيلو عليه ربع كيلو دوش او بوش، ما تحطيش دهن. ما تجيش تحطي دهن وتيجي تقولي الكفته فكت، لا يا ماما، انا بقول اهو يا دوش يا بوش. وتخلي الجزار يفرمها لك وشين، يا اما انت تحطيها في الكبه وبعد ما تحطي عليها البصل تقعدي تقلبي فيها شويه حلوين، لما تحسي ان اللحمه معاكي الكفته فتلت بقى فيها زي فتل خيوط بيضه كده معاكي، بقت تمام قوي قوي. تقدري تحطيها كمان ساعه في التلاجة لو انت مش مستعجله تقدري اللي انت تعمليها تطلع برده معاكي ناجحه. بصوا انا بعمل لكم ايه. تقدري بقى تصبعي على معلقه، انا صبعت على معلقه، عندك سيخ صبعي، لكن انا عندي السيخ بس حبيت اوريكم. لو انت ما عندكيش تقدري تعمليها على المعلقه وتطلع معاكي ناجحه جدا. وشايفين انا قعدت اهزها لكم في قلب المعلقه، لا بتقع ولا بتفك ولا اي حاجه. دي برضو من عوامل نجاح الكفته. تقدري تعمليها على الفرن، تقدري تعمليها في الفرن، تقدري تعمليها على الفحم، تقدري تعمليها على البوتاجاز من فوق لو انت فرنك مش شغال. اللي انت عايزاه اعملي فيها. تقدري تقليها في الزيت، تعمليها كوبيبه وتحطي عليها صلصه وعلى المكرونه، اللي انت عايزاه. معاكي كفته من غير دقيق، من غير بقسماط، من غير اي حاجه تشرب السوائل لان هي ما فيهاش سوائل. بصوا خدتوا بالكم من الحركه دي؟ انا بهزلكوا عجينه الكفته على المعلقه ما بتقعش. تجيبي بقى ميه البصل وتبصمي فيها الكفته. بعد ما تصبعي كده تروحي بله ايديكي ميه البصل وتبصمي من بره، تديكي طعم حلو قوي، بتديكي ريحه روعه. جربي الطريقه دي. كل سنه وانتم طيبين، العيد داخل بقى والحاجات الحلوه كلها تتعمل، فديت حاجات من حاجات العيد المهمه جدا. كفتة الحاتي الشواية بقى تشتغل وايه. وكل سنة وانتم طيبين حبايب قلبي. لو حابين اي حاجة تانية من منتجات اللحوم اكتبولي، هفيدكم كتير ان شاء الله. بعد ما صبعنا الكفتة وبصمناها بمية البصل اللي احنا ما رميناهاش، الفرن بتاعي كان صحته بقى فيها شوية، عملتها على البوتاجاز من فوق. بصوا طالعة عاملة ازاي، شايفينها جوسي من جوه خالص، جوسي من جوه. شايفين الحلاوة وشايفين الجمال بتاعها من جوه، ولا اروع من كده. تقدري بقى تعمليها كده في العيد وانت مطمنه ان شاء الله باذن الله، وتشويها على الفحم هتطلع معاكي ناجحه من اول مره. انا اديتها بس وش كده بسيط في الشوايه، وحبيت اوريها لكم في الصينيه ان هي ما نزلتش معايا حاجات يعني سوائل كتير ولا اي حاجه، من غير ما احطها لكم بقى في طبق وجرنشه، لا على الطبيعه، كل حاجه على الطبيعه.
وانتظروني في وصفة جديدة إن شاء الله. مع السلامة.